والسؤال اللي في راسي ازاي يا مصر بتعمليها ازاي؟ يا هلا يا هلا يا هلا، اهلا بيكم في حلقة وحكاية جديدة مع بيرفكتو. منتخب مصر اخيرا يكسب اول ماتش في كأس العالم منذ الابد. ايه الحلاوة والجمال والتألق والروعة دي؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده ايه الجمال ده يا شبابنا؟ ايه الحلاوة والروعة دي؟ يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب يا شوبير، يا ولد يا لعيب يا مهند لاشين، يا لعيب يا زيكو يا صلاح يا مرموش يا امام. خلينا نغني تاني ونقول زي كل مرة باجي فيها بحكي واشتكي. يلا ما علينا، انا مش حافظ الاغنية بس فرحان يا جماعة. ايه اللي عمله امبارح منتخب مصر ده؟ سهرونا لحد 6 الفجر ويكسب منتخب مصر نيوزيلندا. طبعا انا هتكلم بالتفصيل، بس خليني قبل ما ابدا واقول، انت ما عملتش اللايك والشير والسبسكرايب ليه؟ ما رحتش القناه على اليوتيوب وعملت اللايك والشير والسبسكرايب ليه؟ هناك القناه اسمها بيرفكتو، وعلى اسم منتخب مصر هو كمان بيرفكتو. ايه البرفكشن في المنتخب ده؟ ايه الحلاوه دي يا عميد يا عميد يا عميد يا عميد يا عميد يا عميد؟ ايه ده ايه ده ايه ده؟ والله الواحد يا جماعه مش مصدق نفسه. منتخب مصر اخيرا بيفوز في كاس العالم ولاول مره في تاريخه. نبتدي بقى الحكايه ونقول سلام من الله عليكم ورحمه الله وبركاته. الشوط الاول كان شوط كارثي، الكل اتخمل، كله قال شكلنا هناخد زي ما المنتخبات العربيه خدت وما فيهاش والدنيا بايظه وهناخد على قفانا، ولكن العميد از هير. خلينا نبتدي بالشوط الاول. ان حسام حسن لعب بنفس التشكيله بتاعت الماتش الاولاني، ولكن كان في تحس نشوه وفرحه، تحس ان اللعيبه فرحانه فرحه فيك. مش دي اللعيبه اللي مستعده لكاس العالم. اللعيبه اتغرت بنفسها وقالت خلاص ده احنا اتعادلنا، كنا هنكسب بلجيكا، كنا مدينهم على قفاهم، احنا دلوقتي ما فيش زينا اتنين. ولكن منتخب نيوزيلندا منتخب الفخاد البيضاء بيحط الجون الاول وبيقول لمصر اصحى يا مصر، اصحى يا عميد، اصحى يا عميد لا يغفلونا. والسؤال اللي انا عايز اساله، انت عملت فيهم ايه في اوضه اللبس يا عميد بين الشوطين؟ يا عميد طلعت الكرباج السوداني ولا فكرتهم بالخازوق بتاع سليمان الحلبي ولا عملت ايه؟ يا عميد يا عميد يا عميد. معلش يا جماعه انا مقفر المره دي، بس مصر كسبت اول مره ودي ما بتحصلش كل يوم. سيبك بقى من كاس افريقيا والهبل ده، كاس العالم انت فاهم انت بتعمل ايه ولا انت فين كاس العالم يا جماعه. المهم ننزل الشوط الثاني، وانا متاكد لو اللعيبه رفعت التيشيرت بتاعها شويه هنلاقي علامات الضرب والتلطيش والكرباك والكلام ده كله. اللعيبه مصحصحه والتغيير، مرموش يروح شمال، زيكو يطلع قدام، واللعيبه فجاه وبدون تغيير اي لعيب من بره هم نفسهم اتغيروا والفكر اتغير، وتحس ان هم بقى عندهم اراده اكتر وهجموا اول جون من زيكو اللي كنا متاكدين ان هو لازم اول واحد يخرج. سبحان الله، ربنا سبحانه وتعالى مبارك له. يا ابني انت فيك حاجه لله، يا ابني انت غريب، فكرتني بناجي جده، دخل بيشوط الكرة براسه. يا جماعه ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه الحلاوه دي؟ بيراميدز بتطلع لعيبه محترمه يا جماعه، ويشوط الكرة والحارس بتاعهم ولا اي حاجه وتروح داخله جون ونفرح كلنا ونقول يا هلا يا هلا يا هلا بمنتخب مصر والعوده. الكامباك ولا ايه؟ يروح على طول صلاح يقول لي يا بيرفكتو ما تقلقش انا هجيب التاني وهاكد الماتش، ويروح حاطط واحده من بتوع ليفربول الجميله. هو ده صلاح، هو ده الايجيبشن كينج، هو ده صلاح ومو صلاح، مو صلاح. وعلى طول زيكو بالاسيست برضو، يبقى كده زيكو جون واسيست ولا اروع. على طول بقى التغييرات الجميله من حسام حسن، حمزه عبد الكريم وتريزيجيه. تريزيجيه طبعا سيبك من القصه دي يعني هنتكلم فيها بعدين، بس على طول يروح ناتش واحده بيمينه ويقول للحارس ريح، اقعد ريح دلوقتي وشوف خدك بعدين لونها ولا عامل فيها اي حاجه، ولا ويروح مريحها على طول بالتالت ويقول له ام هير ام هير ام هير ام هير مستر جونيز هير. ما هو القصه دي غريبه الصراحه، بس ما علينا، نجيب التالت ونقول يا هلا يا هلا يا هلا يا هلا. اوه مصراوي، اوه مصر، وعايزين نغني ونقول اح
مصر حطه صح. اوف مصر حطه صح. مصر يا مصر يا مصر. طبعا 3 اجوان ولا اروع. اللعيبه بتخش التاريخ، تريزيجيه بيخش التاريخ، زيكو بيخش التاريخ، وقبليها امام عاشور بيخش التاريخ. يا جماعه احنا دلوقتي بنعد اسماء اللعيبه اللي دخلت التاريخ. شوبير، مصطفى شوبير، يا شوبير يا شوبير يا شوبير يا شوبير يا شوبير يا شو يا ولا يا ولا يا ولا. ايه ده ايه ده ايه ده يا جماعه؟ احنا مش بقى عندنا حارس عادي، احنا بقى عندنا حارس فول اوفر كواليفايد لمنتخب مصر. الراجل دخل فيه الجون ولا اتهز يا جماعه. ده شايل واحده في اخر الماتش، وشايل واحده من الواد الطويل بتاعهم ده، مش كريس وود، في عيلته هم كلهم طوال يعني ما علينا، بس بيشيل من قدامه. الواد طالع الواد مصطفى طالع بايده، والتاني طالع بدماغه، وبرضه الدماغ اعلى من الايد. إيه يا شباب؟ احنا جايب لنا كفار بيلعبون ولا بس؟ ما علينا. مصطفى شوبير از هير. مصطفى شوبير بيقول ام هير ام هير ام هير. في الاخر بقى يعني انا ما اعرفش، انا مبسوط يعني مع احترامي الشديد بقى كده. انا مش شايف فيكم حد، ومنتخب مصر هيوصل لدور الثمانية ان شاء الله. وان شاء الله انا بقيت احس ان انا شايف كمان ادوار نص نهائي وبتاع، وانا مبسوط وفداك والسهرة الجميلة. اخر حاجه العميد يا جماعه، شفتوا اخر بتاعه وهو بيدمع وبيقول انا فرحان ان الناس الغلابه فرحت، وتحس الراجل بيتكلم بقلبه. يا عميد يا عميد يا عميد يا عميد، بطل الابطال، ابطال كلهم ورجاله كلهم. الواحد فرحان من قلبه والله. يسيبك من فرحه ارسنال او برشلونه، الواحد ما بيفرحش كل يوم. منتخب مصر يعني شبه حسم صعوده، وكمان احتمال نصعد اول لو كسبنا ايران. وان شاء الله نعملها ونكسب ايران، وان شاء الله نصعد. وايا كان مين هنقابله هنحط عليه وعلم على كلامي، وخدها كليب يا اللي بتتفرج. هنعلم على ايران وهنصعد الاول، وثق في البرفكتو. انا بقول لك خليك واثق في البرفكتو. انت ما عملتش اللايك بقى والشير لحد دلوقتي ليه بقى؟ ها، اعمل لايك وشير بقى وافرح بقى. انت بتفرحش ليه؟ ما تفرح معايا يا عم، وروح من هنا ورايح القناه ما فيهاش غير فرحه. هنفرح يعني هنفرح. اللايك والشير والسبسكرايب يا جماعه في القناه. بيرفكتو بالانجلش وبيرفكتو بالعربي، هسيبها لكم تحت في اليو. روح هناك انت مش هتلاقي غير فرحه. ومنتخب مصر اتوقع له نصف النهائي ان شاء الله. اكتب لي بقى في الكومنتس تحت انت شايف منتخب مصر هيوصل لحد فين. وخلينا نختم ونقول يا مصر بتعمليها ازاي.